بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم مع الجديد في الغزل والنسيج. صندوق النقد الدولي ومصر يتوصلان إلى اتفاق على مستوى الخبراء بينهم بشأن مراجعتين لبرنامج تمويل ممتدة، فنتمنى لمصر يا رب كل خير. النهاردة القطن الشعري الأمريكي الأبلاند ارتفع، والبيمة كمان ارتفع، والطلب عليه بقى عالي خاصة من دول آسيا. وفي مومباي برضو الطلب على الغزول ارتفع. عندنا خبر مهم، إن الصين بدأت تعمل منطقة هتسميها عاصمة الغزل والنسيج في مصر، خاصة في الأنطرة شرق والأنطرة غرب، بمليارات الجنيهات. عملت مصانع أقمشة وملابس جاهزة بكتيرة جدا، وعندها خطة إن مصر ستكون البوابة لأوروبا والبوابة لأفريقيا في جميع القطاعات، مش الغزل والنسيج بس، حتى في الطاقة وفي الألواح الشمسية وفي السيارات الكهربية. وحقيقة إن الصين هتبقى الشريك الصناعي الأول مع مصر، والأرقام فعلا حقيقة كبيرة. في إن شاء الله هتبتدي تعمل مصانع غزل ومصانع بوليسترات، ومصر بتراهن أن الصين ستكون شريكها الصناعي الأول، والصين تراهن أن مصر ستكون بوابتها إلى أفريقيا. الصين مركزة على أفريقيا والشرق الأوسط. والسؤال، هل هذه الخطوة بداية لتحول اقتصادي تاريخي